السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله دي هتبقى اول حلقه في الكورس اي ويب بنتريشن تيستنج بروفيشنال شركه اي ان اي. ان شاء الله ده الحلقه الوحيده اللي هتبقى فيها كلام كتير. انا هشرح لك كل النظري. المقدمه عامه ده هيبقى مقدمه في الويب ابلكيشن عامه. ايه هي التكنيكس اللي بتستخدمها في الويب ابلكيشن، ايه هي انواع الثغرات الشائعه اللي هتقابلها. هتستخدم واسب ويب سكيورتي تيستنج، هتتعرف عليه الميثودولوجي بتاعته. هتتعرف على المقدمة عامة يعني. تمام. هتشوف كل ده في السلايدات دي اللي من الشركة نفسها، من مقدمين الكورس نفسه. تمام. هو في الأول خالص هنعرف ايه الفرق ما بين الويب اب بن تيستنج اند ويب اب سكيورتي تيستنج. دول اتنين بيبقوا موظفين شغالين عادي جدا في قلب المنظمة، بس ايه الفرق ما بينهم؟ بيتفرق ما بين الاتنين بين حاجات بسيطة جدا. عندك في الاول الويب اب سكيورتي تيستنج بيبقى له صلاحيات اكتر من الويب اب بن تيستنج، في انه مثلا يقدر يشوف السورس كود، يشوف البوليسيز، يشوف قواعد بيانات اكتر. انا كويب بن تيستنج ما بقدرش اشوفه. انا مثلا بيبقى اكتر صلاحيه ليا ان انا اشوف السورس كود بس. تمام. انا بحاكي الهاكر نفسه. الهاكر ما بيبقاش له اي نظره على السورس كود، لانه كده كده بيبقى بيبان تيست من البلاك من البلاك بوكس. الفرق ما بين البلاك بوكس والوايت بوكس، الفرق ما بينهم السورس كود. ده بيبقى له اطلاع عن السورس كود، والتاني ميبقاش له اطلاع على السورس كود. تمام. كذلك الفرق ما بين الويب اب سكيورتي تيستنج والويب اب بن تيستنج. الويب سكيورتي تيستنج بيبقى له صلاحيات زي الاس اس دي والدي اس تي. كل ده بيبقى له صلاحيات عليه. تمام. انا دلوقتي مهمتي ايه؟ انا كويب بن تيستنج، انا بعد ما بعرف الثغره موجوده فين ببدا اعمل لها اكسبلويتيشن. بستخدم تولز بقى عشان تساعد معايا في الاوتوميتد ان انا اعمل اكبر ضرر موجود في الثغره دي. فانا لازم اعمل كده. انا كويب اب بن تيستنج ده اللي بيميزني عن الويب سكيورتي تيستنج. تمام. في الاوتوميتد. تمام. احنا قلنا الاكسبلويتيشن، هو الويب سكيورتي تيستنج مش بيعمل اكسبلويتيشن، هو بس بيكتشف الثغره. البين تيستنج انت بتعمل ايه؟ انت بتكتشف انا اقدر اعمل ضرر قد ايه في المنظمه دي وبقدر اعمله. تمام. انا كبين تيستنج. تمام. الجول برضو، الاهداف هي كل ده ان انا اقدر اكتشف الثغره كويب سكيورتي تيستنج. والويب اب بين تيستنج بيقدر يكتشف استغلال اكبر للثغرات دي، ويبدا يحذر بيها الديفلوبر في انهم يقدروا يرقعوا الثغرات دي بعد كده. تمام. الكومن ابلكيشن ماشي. في عندنا مصطلحين مهمين جدا اللي هما الثريت والريسك. الثريت ده التهديد اللي جاي لي من بره. يعني ايه؟ انا مثلا بستخدم في الباك اند بستخدم بي اتش بي. فدلوقتي بي اتش بي بتتحدث، ففي تحديث ما في بي اتش بي هتلاقي في ثغره. الهاكرز اكتشفوا ثغره في بي اتش بي، وبالصدفه انا بستخدم الاصدار ده من بي اتش بي. فبالتالي اي حد يعرف ان انا بستخدم الاصدار ده من بي اتش بي هيبدا يستغل الثغره دي عندي. فده يعتبر ثريت. الريسك بقى، انا خلاص بعد ما حصل عندي الاكسبلويتيشن، انا في منظمتي حد من بره قدر يعمل اكسبلويتنج للثغره دي عندي، فبالتالي انا خلاص دي بقى اسمها ريسك. خلاص لانها بقت حقيقه لازم اتعامل معاها. فبالتالي انا دلوقتي ببدا بقيم الثغره، بشوف اذا كان الثغره هي لو، ميديوم، كريتيكال. هنبص بصه مثلا هنا على باك باونتي بروجرام في هاكر وان. دلوقتي الشركه بتبدا تقيم الثغرات على حسب ايه هي. عندك اللو والميديوم والهايد والكريتيكال. على حسب الثغره دي هتبدا تحدث ضرر قد ايه عندي في الشركه، وبالتالي ببدا اديك عليها مكافاه. ده كباك باونتي بروجرام. تمام. ده الفرق ما بينهم. فويب ابلكيشن بقى الفولنربيلتيز اللي هي الكومن فولنربيلتيز اللي هي الشائعه دلوقتي. هتلاقي عندك الكروس سايت سكريبتنج. انا هبدا بسرعه اقول لك ايه هي الثغره. كروس سايت سكريبتنج هو ان انا بانجكت ماليشيوس كود. بيبقى جافا سكريبت ماليشيوس كود او سكريبت ماليشيوس. ببدا احقن فيه ان انا انفذ حاجه معينه جوه في الابلكيشن. السيكوال انجكشن برضو بحقن ماليشيوس كود، بس بيبقى بلغه قاعده بيانات. ببدا احدث الماليشيوس كود ده في قواعد البيانات، بحيث ان انا ابدا اسحب البيانات اللي في قاعده البيانات دي. السي اس ار اف
ان انا بحقن كود برضو، malicious كود، بحيث ان هو يتعدى الاوثنتيكيشن او يقدر يعمل لي حاجه انا كيوزر ما طلبتش ان انا اعملها. يعني انا كهاكر بجبرك انت كيوزر بعد ما الاقي الثغره اللي هي سي ار اف دي، بجبرك ان انت تعمل حاجه انت اصلا ما تعرفش عنها حاجه. تبدا تعمل اكشن مثلا، وليكن ان انت في بنك، وانت في البنك ده فانكشن ان انا ابعت فلوس لحد. دلوقتي انا بعد ما قدرت الاقي سي ار اف في الموقع، فببدا دلوقتي ان انا اسرق الستيشن بتاعتك، وابدا استخدم الستيشن دي في اني ابدا اعمل عمليه انت مش عاوزها. وطبيعي يعني محدش هيبقى عاوز يعمل حاجه زي كده بالنسبه للكلاينت يعني. تمام. السكيورتي ميس كونفيجريشن، تمام. دي بيبقى important to configure server database and application framework can expose sensitive data or provide entry point. الاتاك شرحتها في الانترو. sensitive data exposure برضو تسريب بيانات انا مش عاوز انها تظهر، او نسيتها، او الديفلوبر نساها، او ايوه نساها في زي ملفات الروبوتس تي اكس تي اللي قلت لكم عليها في الانترو مثلا. ده الموقع اللي احنا كان عليه هانتنج. دلوقتي ملف الروبوتس دوت تي اكس تي هو اسم الموقع عادي، بعديه بروح احط روبوتس دوت تي اكس تي. دلوقتي الملفات دي انا مش عاوزها تظهر في حاجه اسمها كرولينج اند سبايدرز، بتستخدمها برامج زي بيرب سويت واسب زاب، بيستخدموها في انهم يعملوا سبايدرز وكرولينج. انا مش عاوز الصفحات دي تظهر. يعني عنده صفحه زي صفحه الادمن، انا مش عاوز صفحه الادمن تظهر في السيرش لما انا ابحث عن اسم الموقع، ما يظهرليش ادمن في السيرش. ليه هتظهر لي ادمن؟ ان الصفحات دي اصلا بتبقى محميه، فبالتالي مش من صالحي انها تظهر. فبالتالي بحطها في الروبوتس تي اكس تي واعملها بديس الاو، غير مسموح انها تظهر. تمام. كمان الفايل ابلود فولنربيلتيز، برفع فايلز. الفايلز دي بتبقى فيها malicious كود، بيبقى بيلود خطيره بتبدا تستغل ثغرات جوه الموقع. الديدوس او الدوس اسمها هجوم الحرمان او هجوم منع الخدمه. هي ببساطه ان انا ابعت ريكوستات كتيره جدا للسيرفر بحيث انه ما بيقدرش يعمل لها بروسيسنج، فبالتالي السيرفر بيعمل بلوك او بيقع، ما بيقدرش يستقبل ريكوستات ثانيه. الاس اس ار اف ده عباره عن تزوير طلبات، بحيث ان انا ابقى طالب صفحه معينه، انا كاتاكر بجبرك ان انت تجيب لي انا صفحه معينه تانية باستخدام السيرفر الداخلي عندك في الانترنال نتوركس. يعني باستخدام السيرفر جوه في الانترنال نتوركس، او باستخدام سيرفر خارجي بجبر السيرفر بتاعك انه يجيب لي بيانات انت مش حابب انها تظهر. تمام. بالنسبه للبروكن اكسس كنترول، انا كيوزر اسم احمد عامل صفحه او مسجل دخول كيوزر عادي جدا. الثغره اني اقدر استخدم صلاحيات يوزر تاني في نفس مستوايا، او ان انا اغير يعني استولى على يوزر تاني. تمام. او اني ارفع بصلاحياتي لصلاحيات ادمن او صلاحيات روت. تمام. ده اللي كله يهمك. بعد كده نسيت انا اسك. تمام. هنبدا بقى نفهم الويب ابلكيشن اركتكتشر. الويب ابلكيشن بيشتغل ازاي. تمام. لازم تفهم في الكلاينت ان احنا عندنا في الويب ابلكيشن انا في كلاينت وفي سيرفر. الكلاينت ده انت او البراوزر اللي انت بتستخدمه. انا دلوقتي عشان اطلع على الانترنت لازم يكون عندي حاجتين طبعا، انترنت وبراوزر. براوزر سواء كان جوجل كروم، فايرفوكس، بريف، ايا كان. انت ككلاينت بتقدر تتصل بالانترنت باستخدام البراوزر. تمام. السيرفر انت ككلاينت لازم تبعت عشان مثلا افتح جوجل دوت كوم مثلا، فانا بالتالي لازم ابعت ريكوست للسيرفر اللي مستضيف جوجل. فبالتالي ببعت له ريكوست ان انا عاوز جوجل دوت كوم، فبالتالي بيرجع لي ريكوست اللي خد طب انت ده جوجل دوت كوم اللي انت عاوزه. وبالذات ببعت له للسيرفر. تمام. وده السيرفر ده مهمته انه انا يعالج لي الطلبات اللي ببعتها له، الريكوستات اللي ببعتها له، وبالتالي يبعت لي سيرفر اجابه للطلبات اللي انا ببعتها. تمام. دي الطريقه اللي هو بيشتغل بيها. انا ككلاينت اللابتوب بتاعك او الموبايل او ايا كان اي جهاز له بيوصل على الانترنت عامه، حتى لو اللمبه. يعني انت لو عندك ثلاجه في البيت شغاله على الانترنت فهي بتبعت ريكوستات للسيرفر عادي جدا. تمام. انت ككلاينت بتبعت ريكوستات للسيرفر. تمام. الويب سيرفر لو احتاج اي حاجه من الداتابيز، زي انت مثلا طلبت بياناتك انت كموقع الشركه بتاعك، وطلبت بياناتك انت عاوز تشوف بياناتك اللي متسجله عندهم على الشركه، فبتبعت ريكوست للويب سيرفر. وبعد كده الويب سيرفر بيرد على الداتابيز، انا عاوز بيانات الشخص ده الفلاني. خلاص الداتابيز بيعالج الريكوست ويبعت له الريسبونس،
خلاص وصل للويب سيرفر البيانات بتاعتك، فخلاص الويب سيرفر تاني يعالج البيانات ويبعتها لك تاني انت ككلاينت. تمام. في كومبوننتس لازم تبقى عارفها في الويب ابلكيشن، عامل زي اليو اي انترفيس. اليو اي انترفيس حاجات زي زراير. تمام. ده اليو اي انترفيس، الاشكال، الالوان، كل ده اسمه يو اي انترفيس. حاجات انت بتشوفها وبتقدر تتعامل معاها، زراير، كل ده. تمام. لينكات. تمام. الكلاينت سايد تكنولوجي دي عامله زي الاتش تي. ايه هي اصلا كلاينت سايد تكنولوجي؟ اتش تي ام ال والسي اس اس وجافا سكريبت. ايه هم دول؟ تمام. ال HTML ده اللي بيحدد بيعمل الخطوط، الكلام ده والخطوط دي. الخط ده اسمه HR، والكلمات دي. تمام. واحيانا بيعمل المربعات دي احيانا، بس مبقناش نستخدمها. ال CSS اللي مختص بالالوان، وكل ما اعمل يعني كل ما اجي على حاجه شفت الالوان دي. تمام. الجافا سكريبت ده العقل المدبر للفرونت اند عامه. يعني التكنيكس دول HTML and CSS and JavaScript دول الفرونت اند، دول اللي بيشكلوا الواجهه الاماميه اللي انت بتقدر تتعامل معاها. تمام. الجافا سكريبت هو اللي يقدر يعمل حاجات زي كده، يعني انا كل ما ادوس على الزر يجيب لي حاجه معينه في الصفحه. انا ممكن اعملها من CSS عادي جدا، بس احنا بنستخدمها يعني عشان نحدد الجافا سكريبت. تمام. نرجع. الداتابيز دي قاعدة البيانات اللي بتحتوي على معلومات. الابليكيشن لوجيك طرق تعامل البيانات مع بعضها، او طرق مثلا حاجات اللي بتحتاج لوجيك جوه، زي مثلا زي صفحات الدفع، الداتا فاليديشن، سكيورتي تشيك. كل ده بيحتاج حاجه اسمها لوجيك. اصلا في ثغره كامله اسمها لوجيك، ثغرات اللوجيك هتلاقيها موجوده اصلا. الويب سيرفيس طبعا ده اللي بيعالج الريكوستات زي ما قلنا، ده اللي بيهندل الريكوستات اللي بتتبعت له من الكلاينت. تمام. الابلكيشن سيرفر دي الابلكيشن اللي بتعتمد على الويب سيرفر نفسها، زي الداتابيزز، performing business logic and generated dynamic content. تمام. server side processing كل ده كلام يعني انا شرحته. تمام. الكلاينت سايد تكنولوجي زي ما قلنا، عندك HTML هايبر تكست مارك اب لانجوج. تمام. CSS دي الستايل شيت. جافا سكريبت دي لغه البرمجه اللي قائم عليها الويب بشكل اساسي. ما كانش حوالي 70% او اكتر من 60% بيستخدموا الجافا سكريبت في بناء المواقع بتاعتهم. الكوكيز اند لوكال ستورج. دلوقتي هنعرف حاجه الكوكيز. ازاي انت مثلا لما تخش على فيسبوك، انا دلوقتي لما دخلت على هاكر وان، دلوقتي هاكر وان ازاي كل ما ابدا اعمل ريكوست جديد خلاص ازاي هاكر وان عارف ان انا الشخص اللي بيطلب ده احمد اللي بيطلب ده. تمام. كل ما اعمل حاجه ميل احمد. فتمام. فهو بيسجل حاجه، انت اول ما تسجل دخول تكتب اليوزر نيم والباسورد بتاعك، هو عرف منين؟ هو خلاص دلوقتي سجل بياناتك دي، وكل ما اعمل ريكوست خلاص ما بيضطرش ان تاني يخليك تعمل تسجيل دخول تاني. بيتاكد يعني مع كل ريكوست بيتبعت الكوكيز في الريكوست وبتتبعت للسيرفر، فلما يتاكد ان الكوكيز دي نفس الكوكيز اللي متخزنه عنده او متخزنه في البراوزر، بيتاكد ان خلاص ان ده احمد، وبيخليك تعمل الريكوست بتاعك بطبيعيه جدا من غير ما تسجل دخول تاني. ده الكوكيز بتتخزن في اللوكال ستورج عندك. والويب سيرفر. تمام. ابلكيشن عنده زي اباتشي، انجينكس، مايكروسوفت LLS. تمام. الابلكيشن سيرفر برضو الداتابيس سيرفر. عندك الداتابيس سيرفر عندك سيكوال ونو سيكوال. سيكوال زي بوستر سيكوال، ماي سيكوال، اوراكل داتابيس. عندك النو سيكوال زي مونجو دي بي، اشهر نوع داتابيس. الفرق ما بينهم ان السيكوال بتبقى يعني على شكل اعمده، بتترص في اعمده، يعني ده اي دي، ده نيم. هبقى اجيب لكم شكل ليه قدام في الدرس الجاي، وافرجكم افهمكم بس الفرق ما بين السيكوال والنو سيكوال. عندك السيرفر سايد سكريبتنج لانجويج، عندك لغات البرمجه اللي بيتبني بيها الباك اند، عندك زي PHP، بايثون، جافا، روبي. تمام. ابلكيشن كامل HTTP ده كله هيتشرح قدام بالتفصيل. تمام. عندك الاي بي ايز. الاي بي ايز ببساطه الاي بي ايز دلوقتي انا عامل ابلكيشن يعرض حاله الطقس، فبالتالي انا مش هبني حاله الطقس كامله لكل المدن ولكل القرى ولكل الاماكن في العالم، فبالتالي هيبقى صعب جدا. فبالتالي انا بروح على اي موقع بيعرض حاله الطقس دي، باخد منه حاجه اسمها اي بي اي. الاي بي اي انه بينسخ لي واجهه
حالة الطقس كاملة بينسخها وانا بالتالي بقدر اعمل كاستمايز فورم اقدر اعرض فيها الاي بي ايز دي، واعرض فيها حالة الطقس من الاي بي اي من الشركة اللي انا جبت منها بيانات الطقس دي. فبالتالي انا مش هقدر اعمل الداتا لان شغال على داتابيس كبيرة جدا، فبالتالي بختصر على نفسي واشتري منهم اي بي اي او اي بي ايز كي. ده ببساطه الاي بي اي ده اللي بيعمله هو بينقل بيانات، بس هو مجرد انه بينقل بيانات، قناه بيمشي فيها البيانات الجاهزه. الجيسون دي طريقه عرض بيانات، تمام، بيبقى فيها الكي والفاليو. الكي والفاليو، الكي مثلا نيم، الفاليو قصادها. ده بتبقى طريقه سيمبل لعرض البيانات. وكذلك الاكس ام ال، اكس ام ال عامل زي اتش تي ام ال كده بالظبط، بس احنا ما بنستخدمهاش في الويب بكثره يعني. الريست دي طريقه عرض بيانات للاي بي ايز، هناخدها قدام برضه. وكذلك السواب بروتوكول هو شبه الاكس ام ال، هو بيستخدم الاكس ام ال في انه يعرض الداتا بتاعته. interchange from format and provides standardized method. تمام. الاوثنتيكيشن اند authorization. الفرق ما بين الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن، الاوثنتيكيشن انت اسمك ايه؟ احمد. خلاص انا لما ادخل موقع، انت اسمك ايه؟ انا اسمي احمد. خلاص احمد ده بقى مسجل عندنا في الموقع ان احمد ده يقدر يتجول في الموقع بتاعنا. بس انت كاحمد ليك اوثرايزيشن ايه؟ اوثرايزيشن دي الصلاحيات اللي تقدر تعملها. انت مثلا تقدر تغير صورة، ترفع بوست، تحذف مستخدمين، تضيف مستخدمين. دي الاوثرايزيشن. تمام. الانكريبشن التشفير او الانكريبشن، طرق الانكريبشن هي كتيره جدا، بس هو حاصره في اس ال تي ال اس. دي الطريقه اللي بتستخدمها الاتش تي تي بي اس عشان تشفر البيانات اللي بتتبعت في الريكوستات، وهنشوفها قدام ان شاء الله. تمام. كونتنج سي دي ان اس، كل ده كلام يعني مش عاوزك تشغل دماغك بيه، لان مش عاوزين حشو كتير جدا في الموضوع، يعني هو مش مستاهل حشو. دي طريقه طلب الريكوستات. طب تمام، انت كيوزر او كلاينت، انا دلوقتي ببعت ريكوست لصفحه معينه، فهو دلوقتي بيبدا يبعت الريكوست بطريقه، سواء كان ال HTTP او ال HTTPS، بطريقه عرض المعلومات اللي هتوصل للسيرفر. خلاص انا بطلبه منين؟ من الفرونت اند، زي ما قلنا من الفرونت اند. دي واجهه الفرونت اند نفسها، في شويه ازرار واشكال والوان وخطوط وكلام. ده شكل الفرونت اند بتعامل معاه. الباك اند بقى، الباك اند ده العقل المدبر بقى، ده اللي بيبدا يعمل بقى يعني طرق الدفع، طرق عمل البرنامج، بيربط الداتابيزز. كل الحاجات دي هتلاقيها في الباك اند. تمام. انا دلوقتي بقى تمام، هو بطلب من الفرونت اند الواجهه الاماميه، بطلب منها اللي انا عاوزه، اجيب صفحه معينه او ايا كان. فالريكوست هيروح للويب سيرفر، يبدا معالجه، احتاج حاجه من الداتابيز هيجيبها من الداتابيز، يرجعها للويب سيرفر تاني. الويب سيرفر تاني يعرضها لك في الفرونت اند زي ما كانت، وتبدا انت ككلاينت تشوف الريكوست الريسبونس بتاعك جاي لك بالبيانات اللي انت محتاجها. تمام. بالظبط نفس الحاجه، مفيش اي حاجه. الويب سيرفر عندنا السيرفر بروفايد اتش تي ام ال، خلاص بيبدا من اتش تي ام ال جافا سكريبت فايلز. ال اتش تي ام ال فايل جافا سكريبت داونلودد براوزر. هو الفكره ان انا بطلب حاجه، فخلاص في الريسبونس اللي جاي لي من الويب سيرفر بيجي على شكل جافا سكريبت، فالجافا سكريبت بينزله وبيعرضه في الصفحه. تمام. بيداونلود جافا سكريبت، براوز اكسكيوتد جافا سكريبت، وهتعرف لغه البرمجه ليه بيعملها اكسكيوتد بعد كده قدام. تمام. مم. نفس الحاجه دي يعتبر يعني، هو عبدهم. الدوم هتفهم فكرته قدام في الجوف في الاكسس اس. بيج HTML دوم ران كود موديفاي بيج ابديت. عايز نشوف الشكل بس عامه يعني، مدع نظرك الحاجات دي. تمام. دلوقتي بقى introduction to HTTP. HTTP ده بروتوكول نقل الداتا ما بين الكلاينت والويب سيرفر، هتشوفه قدام. دلوقتي بس عاوزين نتكلم شويه كلام مهم قوي في ال HTTP، يعني في حاجه ال HTTP. ال HTTP اختصاره هو هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. بيعمل ايه ال HTTP ده؟ انا لما ابعت حاجه ريكوست من الكلاينت، انا ككلاينت ببعت ريكوست مني انا عشان اوديه للويب سيرفر. فطبيعي مين اللي هينقل البيانات دي؟ مش انا طبعا، مش انا اللي هروح اوديه للويب سيرفر، انا مجرد وسيط بس، انا اللي محتاج حاجه مين اللي هيودي لي الريكوست ده؟ ده ال HTTP. ال HTTP ده البروتوكول اللي هيوديه لي. ال HTTP ده مبني فوق حاجه اسمها TCP/IP. التي سي بي اي بي واليو دي بي اي بي. الفرق بين التي سي بي واليو دي بي
ان التي سي بي ده بينقل الباكتس كامله. انا دلوقتي هطلب صفحه، فانا هينقل لي الباكتس دي كامله، مش هيوقعني منها حاجه، ولا هيوقع لي، مش هلاقي مثلا الخط ده مش موجود فسابه فما جابش الخط ده، او في كان جمله في النص فوقعها. لا، هو بيستخدم حاجه اسمها هاند شيك. ف بيعمل ايه؟ الباكتس انا عندي مثلا 10 باكيتات، يعني 10 باكتس هيتبعتوا من الكلاينت للويب سيرفر. فهو بيتاكد ان العشرة باكتس دي طلعت ووصلت. لو باكتس وقعت في النص بيرجع تاني يعيد الريكوست لحد ما الباكتس كلها توصل. واليو دي بي بقى، اليو دي بي ده بنستخدمها، التي سي بي بنستخدمها في حاجه زي كده. اليو دي بي لا، ممكن خلاص في باكتس هتقل المشكله، يعني هتعمل لودنج زياده او حاجه، فخلاص بيستغنى عن الباكتس المعينه دي، مش هتضر قوي. مش يعني مش هتضر عليه، او مش هيبقى لها ضرر كبير، بس خلاص الريكوست هيتبعت وهيبقى حلو. اليو دي بي بيستخدموه في ايه؟ بيستخدموه في حاجه زي الستريمنج. يعني انا هو على الفيديوهات على اليوتيوب مثلا، انا دلوقتي الجوده انا رافعه ب 1080، لا مش عاوز الجوده دي كلها، فانا هبدا اشيل شويه بيكسلز وحاجات مش محتاجاها فوقعها في الطريق. وشويه الصوت برضه انت مش محتاج الصوت قوي، يعني انت واحد بتستريمنج يعني انت قاعد فاضي يعني، فهبدا اوقع لك شويه داتا في النص كده، بحيث ان الصوت هيوصل وتبقى فاهم الشخص، بس مش هتفرق معاك حوار الجوده قوي. فده الفرق بين التي سي بي واليو دي بي. الاتش تي بي تمام. ال HTTP في فيرجن منه، انواع فيرجن، في اكتر من نوع فيرجن. كان في 0.9 ده كان 1991، كان بينقل شويه بيانات، يعني هو كان يا دوبك بس يبعت التكست بس، يعني ويديك التكست كده بال HTTP بال HTML وخلاص تمام. دلوقتي احنا بنستخدم اللي اكتر فيرجنز بيستخدمها ال 1.0 وال 1.1 تمام. وانا هقول فيرجن ال HTTP ده، دي الفيرجن بتاعته، مش تايبس، مش بقول انواع تمام. ال HTTP 1.0 1.1 بقى يبدأ فيهم حاجات كتيرة تظهر، وهنعرفهم قدام تمام. آه تمام. هنعرف الفرق ما بين الفيرجنز دي قدام. وأقول لك HTTP 1.1 the most widely used version of HTTP and has survived advantage over HTTP 1.0 such as the ability to use some connection and can request for multiple URIs تمام. وبقول لك هنا ان ال 1.1 بقى يستخدم بكثرة عن ال 1.0، لانه بقى نقدر نبعت اكتر من URL او resources في نفس الوقت، اكتر بكتير من اللي كنا نقدر نبعتها مع ال 1.0 تمام. يعني اصلا في ال 0.9 ال HTTP الفيرجن القديم كنت تقدر تبعت يعني يو ار ايز واحد بس، يعني مش هتقدر تبعت اكتر من كده، هو خلاص هو واحد بس تقدر تبعته في كل مره. وكمان كان بيعمل ديلي اصلا، ما كانش يوصل اصلا تمام. دي برضو يعني نفس اللي فوق، يعني ادي براوزر بعت اتش تي بي ريكوست ويب سيرفر، فخلاص بيعملوا بروسيسنج ويرجع تاني بالاتش تي بي ريسبونس. ده كله في الاطار الاتش تي بي او الاتش تي بي اس. هتبدا بقى نشوف الاتش تي بي اس بعدين يعني. اتش تي بروتوكول بيزكس تمام. سلاش ار سلاش ان دي حاجات هتبدا يعني لازم تفهمها، لانك هتحتاجها في الشانكس بعد كده في ثغره زي ال HTTP request smuggling، يعني دي حاجه في الادفانسد بعد كده، فممكن تبدا تاخدها في اي ويب تاكس ان شاء الله بعد كده. دي حاجات مهمه. اي حد درس لغه برمجه عامه هيعرف الفرق بين سلاش ار وسلاش ان. سلاش ار معناها ان انا مثلا الانسرت هنا، فسلاش ار بيخليني ارجع بالمؤشر بتاع التكست من هنا لاول السطر. خلاص السلاش ان بيعمل ايه؟ السلاش ان بيبدا سطر جديد. يعني مثلا اما في اي لغه برمجه لما اكتب سلاش ان اكتب التكست اللي انا عاوز اكتبه، وبعد كده اكتب سلاش ان معناه ان انا ببدا سطر جديد. دي بتحجز يعني سلاش ار سلاش ان دي بتحجز كاركترز في قلب الريكوست تمام. بيتحسبوا اصلا من الكاركترز، يعني مثلا لو الكاركترز هم 50 فالسلاش ار سلاش ان هتتحسب بكاركترز، والسلاش ار سلاش ان اللي بعدها تتحسب بكاركترز، بكاركتر جوه المسج اللي هتتبعت تمام. ال HTTP request line تمام. URL عندك ال HTTP method او ال HTTP verbs، عندك get post but delete الى اخره. هتشوف بعد كده الباقي وهم بيعملوا ايه اصلا. ال URL ده العنوان اللي انت بتطلبه من المتصفح تمام. انا عاوز facebook.com، فبالتالي بيبقى ال URL www.facebook.com، وعاوز مثلا صفحة الهوم هتلاقي سلاش هوم، عاوز صفحة اللوجن سلاش لوجن. ال HTTP version طبعا HTTP 1.0 1.1 احنا شفناهم.
الهيدر provides اليوزر ايجنت. اليوزر ايجنت دي معلومات عنك اللي بتتبعت في الريكوست، زي نوع المتصفح بتاعك، نوع الجهاز بتاعك. تمام. الهوست ده اسم الموقع نفسه، هتلاقي مكتوب فيسبوك دوت كوم، هتلاقي فيه هيدرز جوه الريكوست اسمه هوست، هتلاقي مكتوب فيه او مبعوت فيه اسم المتصفح، اسم الموقع اللي انت رايح له، هو فيسبوك دوت كوم مثلا. تمام. الاكسبت دي الميديا اللي بتعمل لها اكسبت. يعني انا دلوقتي طلبت، انا عاوز صفحه فيها HTML و CSS جافا سكريبت، فالاكسبتد اللي بيرجع لك من الويب سيرفر اللي هو ال HTML CSS جافا سكريبت، دي الحاجات اللي انا طلبتها. وبالتالي انا عشان اعمل لك بروسيسنج والصفحه دي تظهر لك، فبالتالي دي التكنيكس، دي الحاجات الموجوده اصلا اللي هترجع لك. تمام، انت طلبتها. يعني يا رب تكونوا فاهميني يعني. الفيراليزيشن زي ما قلنا. الكوكي قلنا قبل كده information stored the client side and is sent back the server with each request. بتتبعت مع اي request، each request، اي request. تمام. HTTP برضو. ده بقى على جزء مهم شويه بقى. تمام. هتشوف بقى ان HTTP request الحاجه اللي هتفضل تتعامل معاها لحد بقى لحد ما تموت، يعني لحد اخر حياتك. تمام. الجت هو ما شرحوش ده تمام. آم، تمام. دلوقتي مثلا ده شكل ريكوست. الريكوست ده جت عندك HTTP 1.1 ده الفيرجن اللي بيستخدمه. تمام. عندك الهوست ده الموقع اللي انا طالبه اللي هو www.google.com. اليوزر ايجنت عندك ادي موزيلا 5.0. الاوبريتنج سيستم بتاعك ويندوز. تمام. وشويه معلومات عنك. تمام. فايرفوكس المتصفح بتاعك. الاكسبت دي الحاجات اللي اتقبلت فعلا اللي هتبدا تتعرض لك في الصفحه. انت تكست هيتعرض عن طريق HTML. عندك الابلكيشن بالاكس HTML بلس XML، دي الحاجات اللي هتبدا تتعرض لك في الصفحه. الاكسبت اند انكودنج دي طريقه التشفير اللي هتبدا تتعرض في الصفحه. الكونكشن كيب الايف ده هيتشرح بعدين. دي من مميزات اصلا الفيرجن الجديده من HTTP، ما كانتش موجوده في ال 0.9 القديمه من فيرجن HTTP. هنبدا نشرحها قدام في الاتاكس بتاعت ال HTTP قدام شويه ان شاء الله. تمام. برضو نفس الحكايه، مش محتاجه يعني HTTP request. عندي accept encoding connection keep alive. بعد كده بيجي البادي ده محتوى الصفحه اللي انت طالبه، او المحتوى عامه اللي انت بتبعته في ده، سواء كان في الريكوست او في الريسبونس. ده هيبقى المحتوى اللي انت استلمته واللي اتعمل له accepted عشان يتعرض لك عندك في الصفحه. تمام. الريكوست ميثود عندك جيت، عندك بوست، عندك بات، عندك ديليت، عندك هيد. تمام. تمام. دي اسمها ال HTTP method او ال HTTP verbs. مهمتها ايه؟ مهمتها انها بتعرض حالة الريكوست سواء كانت بوست. تمام. اشهر اتنين واللي احنا بنستخدمهم بكثرة ومش هتلاقي غيرهم اصلا. الحاجات دي اصلا انت هتبدأ تعملها بحيث ان انت تكتشف ثغرات في ال HTTP requests عامة. ففي ثغرة هتبدأ مثلا لو انت بتبعت بجد وفجأة حولت البط، فهيبدأ دلوقتي يحصل فيه ايرور في الريكوست، فممكن ينتج عنه ثغرة. يعني ممكن في بعض من الأحيان لو مفيش validation كويس من الويب سيرفر أيا كان. تمام. عندك الجت، تعال نشوف مع بعض. الجت ميثود retrieve data from server at request resources. بقول لك هو retrieve data from server، خلاص هو بيرجع لي الداتا من السيرفر. البوست انا اللي submit data to process، انا اللي ببعت له الداتا عشان يعمل لها processing في السيرفر. البات نفس الفكرة. البات انه بعمل update او create resources للسيرفر specified URL، بعمل تحديث جديد للصفحة. تمام. الديليت من اسمها طبعا، بحذف ميثود او حاجة، بحذف URL، بحذف اي حاجة في الريكوست عامة. batch the batch method that use apply the path modification the resources is similar to path method only updates specific parts of resources rather than refilling the entire resources. تمام. بعد كده الهيد
الهيد. الهيد هو نفس فكره الجيت او البوست، بس الهيد بيعمل ايه؟ الهيد بيعرض لي الحاجات الاساسيه بس في الريكوست، تمام، من غير ما يحط حشو كتير في البادي. هو بيعرض لك بس حاجات اساسيه من بره. انت دلوقتي لو الريكوست عادي معمول بجد وانت شلت جد وانت حطيت هيد، مش هيديك نفس الريكوست وكل حاجه، بس هيخفف شويه من البادي، بحيث انه يديك المعلومات الاساسيه اللي انت عاوزها بس. الاوبشن نفس الفكره عامه يعني. فهو ايه؟ بيبدا يعرض الاوبشنز اللي هتتعرض لك من الريسورسز. تمام. كل ده اللي جاي ده كله يعني انا شرحته لك، انا اوريدي شرحته لك في اول سلايد كان في الريكوستات دي. تمام. فهو ده كله نفس الكلام اللي انا شرحته لك قبل كده. فيعني انت ما تشغلش نفسك بالكلام الهري الجديد ده. يعني كل ما هتتعرض اكتر للاشكال دي انت خلاص مش محتاج ان انت تقرا. يعني بلاش تضيع على وقتك في هري، في كلام. تمام. ركز على العملي اكتر. يعني انا والله انت مش عارفين انا بصور الفيديو ده ازاي. يعني انا اقرا اكتر حاجه في حياتي بكرهها الكلام الكتير ده. يعني انا يعني اخش في العمل على طول. تمام. ريسبونس هيدر برضو، يعني كل ده تمام. شايف ادي اتش تي بي 1.1 خلاص. الهيدر تمام. ماشي. عندك بقى الستاتس كود، الاكواد اللي خلاص، الاكواد اللي بتبقى موجوده هنا. انا دلوقتي بعت ريكوست خلاص. بعد ما بعت الريكوست، هل الريكوست ده ايه اللي هيرجع لي في الريسبونس؟ هل مثلا هيقول لي ان الصفحه اللي انت طلبتها دي مش موجوده، او عليها اوثرايزد، او الصفحه دي محميه، او الصفحه دي اتعمل لها ريبورتد، تمام، الصفحه دي ما يعني السيرفر وقع؟ فكل ده له ستيتس كود معين. من ضمنها ال 200 اللي هو اوكي. 200 اوكي اللي هو انا خلاص بعت ريكوست والريكوست فعلا اتقبل ورجع لي الريسبونس، مفيش اي مشاكل. مش شرط انه يرجع لي داتا حقيقيه. يعني قدام بعد كده في ثغرات يعني زي ال information disclosure هتعرف انه مش شرط يرجع لك بيانات حقيقيه. ممكن ما يرجعلكش بيانات اصلا، ممكن يقول لك انه 200 اوكي انت في موجود فعلا بس انت مش قادر توصل له او حاجه زي كده. هتعرف كل ده قدام يعني، متشغلش بالك. انا عاوزك بس تعرف الشكل الاساسي بس. 200 اوكي زي ما قلت لك ان خلاص الريكوست successful and the server returned with the requested data. يعني اقول لك فاهم يعني returned the requested data. فاهم؟ ما ذكرتش اي حاجه. ما ذكرلكش بعد كده اي حاجه. 301 moved permanently the request resource the being permanently moved to the new URL. خلاص هو اتحول اليو ار ال اللي انت بعته ده اتحول على يو ار ال تاني. كانك دلوقتي بتبحث مثلا عن تويتر. هل في صفحه دلوقتي اسمها تويتر؟ ما بقاش فيها اسمها تويتر، بقى اسمها اكس. فدلوقتي 301 هيحولك على اكس، مش هيحولك على تويتر. بس هو الدومين الاساسي لسه محجوز بتويتر. 302 معناه انه فاوند الصفحه انت بعتها دي، ان انت بعت هي موجوده، بس مش بالضروره انه يرجعها لك. انا مثلا دلوقتي انا بحثت عن ادمن، صفحه اسمها ادمن، فهو يقول لي 302 فعلا هي فاوند، بس مش شرط ارجعها لك. 400 باد ريكوست، معناه ان السيرفر كانت بروسيس، ان السيرفر ده ما يقدرش يعالج الريكوست ده، فخلاص الريكوست ده هيبقى فيه مشاكل يعني في الريكوست ده. تمام. 4 1 unauthorized، ان الريكوست انت بعته ده محتاج authorized مش عندك، يعني محتاج authorized من الادمن مثلا. تمام. انت مش ادمن، فبالتالي ايه مش هيبعت لك ريسبونس للريكوست ده. 403 forbidden نفس الفكره. 404 not found. تمام. 404 not found ان الصفحه اللي انت طلبتها دي مش موجوده اصلا. يعني انت بتدور على صفحه مش موجوده. مثلا انا لو ببحث عن صفحه اسمها ادمن ومفيش صفحه اسمها ادمن، الصفحه الاساسيه اسمها مثلا ادمنستريتور، فبالتالي هيقول لك ان نوت فاوند. 500 internal server error، في مشاكل في السيرفر فمش هيقدر نعالج لك الريكوست. تمام. ففي هيدر زياده زي الديت مثلا، فبيبدا يحط لك الديت، فدي مهمه جدا على حسب ما السيرفر نفسه هو هيعالج الطلب ازاي، او السيرفر هيبعته لك ازاي. تمام. حاجه زي الكاش كنترول. الكاش الكاش ده هتبدا تعرف الكاش ده اللي بيخزن بيانات، بحيث انت ما تقدرش ترجع للسيرفر يعني ما تنفعش ترجع للسيرفر كل مره، فبالتالي بيتخزنك في الكاش فبيبقى اسهل في المعالجه. لها ثغرات بالعبيط دي قدام. تمام. الكاش كنترول عاوزك تقراها بس يعني خدها سكرين كده واقراها، مش مفيدة اوي دلوقتي يعني. الكونتنت تايب تكست اتش تي ام ال.
دي الحاجات اللي انت الكونتنت اللي هتبدا طلعت لك في الصفحه. يو تي اف ديت لو يو تي اف 8 لو حد خدها في ال HTML، لو حد بدأ HTML وخدها في HTML قبل كده. content encoding، تمام. طريقة الانكودينج، تشفير في content encoding. ال HTTP response the uses specify the comparison the encoding the update. السيرفر JWS ده نوع السيرفر او شكل السيرفر عامة. ال HTTP basic lab، هو المفروض ان كان هنا في لاب بس انا اجلته للاتاكس، ال HTTP attacks، لانها هتبقى يعني ايه، فبالتالي ما نسبقش الاحداث بس. تمام. ال HTTPS، ال HTTPS ده الشكل الجديد من ال HTTP. ايه كان مشاكل ال HTTP القديمة؟ مشاكل ال HTTP ان كان ال HTTP بيبعت الريكوست كبلين تكست، يعني اي حد عنده واير شارك وله اتصال عندك على النتورك بتاعتك، فهو بالتالي اول ما تبعت الريكوست هيبدأ يشوف الكلام اللي انت بعته، سواء سجلت تدخل في موقع، فهيبدأ يشوف اليوزر نيم والباسورد بتاعك بواير شارك، يعني يقدر يلقطها عادي جدا بسهولة. فدي كانت مشكلة، يعني كانت مشكلة صعبة جدا في ال HTTP. فمفيش بيانات، مفيش حماية اصلا. تمام. هو الفرق ان هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، الاس معناها سكيور، امن. فدي الفكرة اللي حلت ازمة ال HTTP القديمة، ال HTTPS. تمام. هو دلوقتي هيبدأ يعرض لك ان ال HTTPS بيستخدم حاجة اسمها SSL و TLS. الفرق ما بينهم عامة ال HTTP وال HTTPS ان ال HTTP كأنك بتمشي بياناتك في ماسورة، يعني مكشوفة للناس، تمام، شفافة. ال HTTPS كأنك جبت ماسورة برضو، بس ماسورة مثلا بلاستيك او حديد، فمحدش شايف البيانات اللي ماشية جواها. بتستخدم ال SSL TLS، ال SSL over TLS بتستخدمها في طريقة الحماية بتاعتها. كل ده هتعرف معناه قدام، معناه بالحرف قدام حرفيا يعني. الانكريبشن، تبدأ تعمل انكريبشن داتا للداتا اللي بتتبعت في الريكوستات، ال HTTP بفضل ال HTTPS connection. تمام. كلام هري كتير. هو بيقول لك HTTPS to prevent authorized process disabilited when. تمام. كلام برضو مش هيفيدك أوي يعني حاليا. تمام. انا حاسس ان انت صدعت مني، يعني انا اسف، معلش استحمل لي كلها 10 دقايق كمان. وان شاء الله يعني الفيديو هيخلص يعني. تمام. هو بقول لك يعني مفيدة في حاجات زي اكسس اس سيكوال انجكشن، فبالتالي ما تبقاش عرضة اكتر لاستخدامات زي دي، عشان ما تسربش بيانات او ما نعمل لها انكريبشن بطريقة صحيحة. تمام. يبقى بالتستنج ميثودولوجي. تمام. الويب اب بنتستنج ميثودولوجي. ايه هي الميثودولوجي؟ الميثودولوجي دي طريقة اللي انت هتبدأ بيها، او يعني ايه، يعني كأنك دلوقتي انا عامل ليست، الليست ديت كل ما اعمل حاجة بعمل عليها ان انا اعمل عليها صح، ان انا خلاص عديت دي. فهي دي الميثودولوجي. الميثودولوجي بتفيدك في ايه؟ بتفيدك في حاجات كتيرة جدا. انت مش هتقدر تبدأ تعمل بين تيست لبرنامج الا لما يبقى انت عندك ميثودولوجي واضحة تمشي عليها. انا مثلا هبدأ دلوقتي هتشيك الانبوت فاليد، هتشيك الانبوت فاليد من ايه؟ من اكسس اس، من سيكوال انجكشن، من سي اس ار اف. تمام. دي حاجه. خلاص ببدا اشوف البروكن اوثنتيكيشن، ببدا اشوف البروكن اوثنتيكيشن من صفحات تسجيل الدخول. هل هم عندهم كذا اوبشن، مثلا ان انت تسجل كصاحب شركه، او تسجل كفرد في وسط مجموعه كعائله مثلا، او تسجل كفرد لوحدك كبيرسونال. فببدا اتشيك حاجات زي كده. تمام. دي فكره الميثودولوجي عامه. فانت فكره الميثودولوجي ما تقدرش تستغنى عنها. كل الكلام ده انا عاوزك تقراه، يعني خده سكرين كده وقراه، او انا هنزل لك الماتيريال دي، انزلها لك احطها لك في الديسكربشن. When testing methodology, application meditation testing methodology is a structured systematic approach including the security test systems of web applications. تمام. بانجنجنت مانوال تيستنج، يعني انت عندك كل ده هوريها لك كعملي قدام يعني. انا اعرفك الحاجات دي كلها، معرفتها نظري انت هتنساها اصلا لما تخرج من الفيديو هتنساها. يعني انت يعني اولا بتبدا تشوف البري انجاجمنت، بتبدا تحدد السكوب بتاعك والاوبجيكتيف، وانت عاوز تعمل ايه، اللي هو obtain the period of authorization the permission from application owner the intent of test information gathering.
بيوصف لك ان ترتيب المنطقه اللي انت تمشي بيه. انفورميشن جاذرينج، بحدد معلوماتي عن، بشوف الضحيه، بعمل باسيف انفورميشن جاذرينج واكتف انفورميشن جاذرينج، بشوف الدومينز والسب دومينز، بستخدم ادوات زي ان ماب او جوجل دوكس. جوجل دوكس دي من جوجل نفسها، يعني من جوجل نفسها. ان ماب، واير شارك، حاجات زي كده. فيك موديلنج، فولنربيلتي سكاننج، ببدا افحص الثغرات باستخدام بيرب سويت او واتساب زاب. ده بيرب سويت لو محدش يعرفه، هو ده بيرب سويت، ده نسخه كبيره اديشن. واتساب، تمام، او بيرب سويت، ببدا اعترض بيه الطلبات واشوف الطلبات دي بتتبعت ازاي. شكل الريكوست، شفت الريكوست ده، شفت شكل الريكوست اللي فات ده، ببدا اشوف الحاجات دي، ببدا اعترض الطلبات بيرب سويت عشان اشوف شكل الطلب ده. تمام. بشوف بفحص بقى الاوثرايزيشن اوثنتيكيشن، السيشن مانجمنت تيستنج، انفورميشن ديسكلوجر. كل ده هيبقى موجود في المشروع بتاع واسب تيستنج جايد، واسب ويب سكيورتي تيستنج جايد. تمام. كل ده هتشوف هو معمول اصلا مش معمول لنا كبين تيستنج، هو معمول للويب سكيورتي تيستنج. تمام. للتسترز يعني بشكل اخص. تبدا تفحص البيزنس لوجيك تيستنج والكلاينت ساين تيستنج. الريبورتنج بقى، تبدا تعمل ريبورت بالثغرات اللي انت لقيتها، قدرت تعمل لها استغلال او لا، ما قدرتش خلاص، طب ايه هي انواع الثغرات، الكلام ده كل ده نشوفه في اخر الكورس ان شاء الله باذن الله. الواست ويب سكيورتي تيستنج جايد، دبليو اس تي جي. ثواني. تمام خلاص هانت يا شباب. خلاص انا هشرح لك بس الواست ويب سكيورتي تيستنج جايد هو عباره عن ايه. طب ثواني كده بس. واست ويب سكيورتي تيستنج جايد، خلينا نشوف مثلا، هات الفيرجن الاخير بتاعه. تمام. دي الميثودولوجي، او مش ميثودولوجي بحد معين يعني، هو دي طريقه اللي انت بتبدا بيها تتست الابلكيشن بتاعك، تشوفه شغال على الطريقه الصحيحه اللي انت بترجوها من الديفلوبرز او لا. تمام. هو بيحدد لك كذا حاجه انت بتتشك منها انت كتستر، عشان تبدا بعد كده تعرفها للبين تيستنج، البيتريشن تيستر يعني. بيبدا يخليك تشيك شويه حاجات، مثلا اولها مثلا اقول لك الانفورميشن جاذرينج طبعا، هيخليك تبدا، دي كلها يعني حاجات بتبدا تعرفك يعني ايه اصلا الهدف وكل ده، فحبيت اقرا. عندك انت الانفورميشن جاذرينج، بتبدا تحدد برضو زي ما قلنا السكوب والدومين سب دومينز، الدي ان اس، الاي بيز، الحاجات دي كلها. الريميت ابلكيشن، ويب سيرفر، فينجر برينتنج، الحاجات دي كلها. ماب اكسكيوتنج ذا باث ذا ثريت ابلكيشنز. الكونفيجريشن بعد كده تبدا بقى في configuration and deployment، ده management testing. deployment management testing، تبدا تشوف المانجمنت تيستنج شغاله ولا لا. الكوكيز بتشتغل صح بتاعتها. السيشن، هل ليها السيشن ليها وقت معين او لا، تنتهي او لا. بشوف اتش تي تي بي ميثود، بحاول اغير في اتش تي تي بي ميثود تبقى جيت، اخليها بوث، اخليها بات، اخليها ديليت، اخليها هيد، اخليها اوبشن. فاهم؟ فدي اصلا بتبقى يعني دي بحد ذاتها بتعمل ثغره. تمام. انه السيرفر مستني مني بيانات، فلما اديله جيت، فالسيرفر هيحصل له ايرور او هيحصل له حاجه، فانا مستني منك بيانات، انت يعني هبقى مستني انا ابعت لك انا بيانات، فيعني هو مش عاقل عشان يفهم حاجه زي كده. عندك زي identify management testing، authentication testing، بيبدا يعني الجزء ده ممتع صراحه في الاوثنتيكيشن تيستنج، والاوثرايزيشن تيستنج برضه جزئين ممتعين صراحه يعني لو حبيت تقراهم. تشيك مثلا حاجه زي باسورد، تشوف الكريدنشال، تشوف مثلا لو انا بسجل دخول في موقع مثلا ولا حاجه، لو انا بسجل دخول في موقع او حاجه، هل انا مثلا لو دخلت الباسورد غلط 3 4 مرات، هل انت خلاص بتوقف عني كده ولا لا؟ اشوف الكريدنشال، هل انا من السهل ان انا اخمن الباسورد ولا لا؟ وانا بعمل اسم ليا، هو بيطلب منك بعمل باسورد، اسف، لما تيجي تعمل باسورد هو بيطلب منك ان مثلا ما ينفعش يقل عن 8 حروف، ولازم يبقى في حرف كابيتال، مفيش مسافات، مفيش تاجز زي علامه الاكبر من او اصغر من، لان بتبقى سهله جدا في السيكوال انجكشن طول ما هي موجوده. فانا بالتالي بحدث سيكوال انجكشن بايدي في قلب البرنامج. كذلك الاوثرايزيشن تيستنج برضو. سيشن مانجمنت تيستنج، بتبدا تشوف السيشن مانجمنت، تبدا تحدد السيشن مانجمنت سكيما. الكوكيز اتريبيوتس، بشوف الكوكيز اصلا شغاله ولا لا. الكوكيز دي ممكن اقدر اغيرها بايدي، يعني مثلا ممكن اجيب انا كيوزر ايه، اجيب كوكيز بتاعتي واغيرها بكوكيز يوزر بي، وتفتح لي صفحتي. تمام. والسيشن فيكشن برضو، اكسبوز السيشن فولنربيلتي. تبدا بقى تشيك بقى الكلاينت سايد بقى، يعني
الحبايب ده بقى سيكوال سيرفر، ماي سيكوال، وسيكوال اكس اس اس، سي اس ار اف، ال دي اي بي. كل ده تشوفه بعدين. الايرور هاندلنج برضه تبدا تشيك الايرور هاندلنج، الويك كريبتوجرافي، التشفير الضعيف. يعني في تشفير زي مثلا زي تشفير اليو ار ال، يعني البيانات مهمه جدا تتبعت في يو ار ال، انت ممكن تعمل لها انكودد عادي جدا، ترجع للبلين تكست. البيزنس لوجيك تيستنج، يعني جزء ممتع صراحه في التستنج عامه. البيزنس لوجيك بتشوف طرق تحويل، مثلا لو موقع زي بنك، بتشوف ازاي بيحول الفلوس بتاعته، هل هو بيعمل لها انكريبشن قوي بحيث ان انت ما تقدرش تشوف المعامله، او انت تقدر تغير محتوى الفلوس نفسه، تخلي القيمه بالسالب بدل ما هي بالموجب، تخليها بالسالب بحيث ما انت تبعت فلوس لا بالتالي بيعكس عليك، بيرفلكتد بالماينس، فبيبدا بعد كده اصلا يرجع لك فلوس، مش بتدفع انت فلوس. دي حاجات مهمه جدا يعني في التستنج لايف سايكل. بتبدا تشوف البوم بيست كروس سايت سكريبتنج، حاجات اكتر ادفانسد في كروس سايت سكريبتنج. الاي بي اي تيستنج هم لسه بيطوروا في الاي بي اي تيستنج، بس هيبقى فيه يعني مش حاطين كل حاجه، وحاطين جراف كيو ال بس. تمام. بتبدا بقى تستخدم ادواتك في الاوتوميتد اتاكس، تبدا تستخدم ادوات زي فاز، تستخدم زي جو باستر، حاجات كتيره يعني هنبدا نشوفها في الدي ان اس انيميشن، ونشوفها في الانفورميشن جاذرينج. تمام. هو عامة ده المحتوى المهم اللي انت هيفيدك جدا في الانترو عامة. تمام. انا هسيب لكم محتوى هسيب لكم السيشن دي في الديسكريبشن عشان تبقى لو حبيتوا تقروها او حاجة. بس كده وكده دي الانترو خلص في الكورس بتاعنا. بستناكم بقى في الفولنربيلتيز. السلام عليكم.